جانا تليفون قال قبل المباراة ما تبدأ تبسطون المنتخب الكويتي وتطلعون. يا هل ما ينفذ قرار هذا، يا هل ما ينفذ. نزل الفريق الكويتي، التبليغ صار المفعول. زين. نزلوا شايلين صور صدام حسين. يا هل يقتلوا. زين يقتلهم. فروها عليك. نقتلهم وتطيح الصورة شي خلصنا. اجى تليفون الرئيس الوفد فوق. قال له ذولا شنو اللي كانوا منو رئيس الوفد؟ مؤيد البدري؟ اتذكر يمكن مؤيد البدري او هشام عطا عجاج، ما يعني يحضر. زين مهم. قال له هاي شنو ذولا؟ شلون طلعوا بهاي الطريقه شايلين صوره الوالد وما اعرف شنو، وانا اذا صرف تصرف الوالد يشوف الصوره هيك شي خلصني. قال له يلا ما يخالف. لعبوا اللعبه ورا اللعبه قتلوهم. ويانا فوج حمايه 12 واحد. هاي كل سفره يدزه. زين. بالكويت وبالكذا، طبعا هم سووا سالفه بالكويت ما يذكرها. من هم؟ الفوج الحمايه. يعني سووا اجوا علينا للفندق، كنا حجزونا من الطالع يريد يشوفون الشرطه ترس الفندق ما نعرف شنو. زين. يا بشكوا احنا غير بالفندق، جردوا الغرف لقونا كنا موجودين. فكان بوقتها ويانا يطلع عقيد محسن ابو مازن مدير الامن بالجزيره، المديريه مالته معروف على مستوى، كان هو ياخذ فوج وياه. من انتهت المباراه هو بتصرف تصرف حارق البيت مال مدير الشرطه اللي ضربونه. شلون اندله شلون وصله ما اعرف. بالكويت؟ بالكويت والله، وكل اللاعبين يعرفون بهذا الموضوع. بس يعني كانوا وياكم بالوفد هذا؟ الوفد شو اسمه؟ عقيد مازن عقيد محسن ابو مازن. عقيد محسن ابو مازن معروف كل بالكويت، وحرق بيت مدير الشرطه؟ والله العظيم والله العظيم حرقه، وجوا وطوقوا الفندق وحصرونه دا يشوفون من طالع شلون وصل وشلون اجى. يعني شو وقت حرقه وشو وقت رجع ما تعرفون؟ ما نعرف.